السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي المحترمين وكل المتابعين في مركز إسنا وخارج مركز إسنا، يا رب تكونوا بخير. لو أنت بتشرب سجاير ولع لك سيجارة، لو بتشرب قهوة اعمل لك فنجان قهوة، بس ركز معايا كويس، ركز معايا كويس، عشان خاطر الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا، بفضل ربنا قدرنا، والمتابعين اللي معانا والأصدقاء اللي معانا قدرنا ناخد سكة الانتخابات والسياسة في مركز إسنا لطريق حلو محترم جميل يليق بالشعب الإسناوي، اللي هو إيه بقى؟ إحنا طبعا طول حياتنا متعودين الصراعات والمشاكل، والمرشح ده بيطعن في المرشح ده، والمرشح ده بيشتم في المرشح ده، وكل اتنين بيخبطوا في بعض، ومحدش عارف مين مع مين ومين بيضرب في مين. النهارده أنا بقدم لكم نموذج محترم، محترم، محترم ويحترم. انا ماليش علاقه انت مختلف معاه او مش مختلف معاه، انا ماليش علاقه انت بتكلمه او مش بتكلمه، انا ماليش علاقه انت مخاصمه او مصالحه، انا ماليش علاقه هو قريبك ولا مش قريبك، انا ليا باللي شفته واللي سمعته واللي قريته. مين هو النموذج ده؟ النموذج الشيخ احمد ابو زيد. مين الشيخ احمد ابو زيد؟ ده مدرس في الازهر الشريف من قريه الجرايه، مركز اسنا. سمعنا في الفترة الأخيرة إن هو مترشح لمجلس النواب. جميل، مفيش أي مشكلة. الترشيح حق مكفول للجميع، الترشيح حق مكفول للجميع، كل اللي عايز يترشح يتوكل على الله وينزل يترشح. فأنا طبعا عملت فيديو من يومين ثلاثة كده، كنت بتكلم عن الباشمهندس أحمد رمضان وعن الحاجات اللي هو عملها واللي بيعملها الخيرية أو الخدمية، سواء ليه أغراض أو ملوش أغراض. إحنا لينا اللي قدامنا ولينا اللي يخدمنا واللي يقدم لنا خدمة. فطبعا انا من طبيعتي ما بخاصمش حد وما بحاربش حد ومش ضد حد، يعني ولا بايد حد على حد ولا بمنع ده من ده. يعني انا الحمد لله رب العالمين بقدم محتوى وبقدم شكري لكل راجل مرشح بيخدم البلد. فطبعا نرجع للشيخ احمد ابو زيد. الشيخ احمد ابو زيد الراجل بتكلم معاه، المفروض ان انا اقعد مع واحد مرشح، انا قاعد مع واحد مرشح للانتخابات، اتكلم معاه في اللي هو هيعمله او اللي هو بيعمله او اللي هيقدمه للشارع الاسناوي. فقعدت مع الشيخ احمد ابو زيد. الراجل طبعا هو راجل شيخنا واستاذي واخويا الكبير المحترم، بقدم له كل التحيه وكل التقدير. بقول له يا شيخ احمد، يعني احنا شايفين ان عدد المرشحين كثير في مركز اسنا، عدد المرشحين في مركز اسنا كثير خالص. ده احنا لو وزعنا الاصوات على المرشحين الاصوات هتتفرج وتوزعت، ما فيش حد هينجح الا الناس اللي ليها قواعد وليها ثوابت ومقدمه خدمه حقيقيه اساسيه للشعب. قال لي كلمتين حلوين، كلمتين حلوين، وبناء على الكلمتين اللي هو قالهم لي انا ضربت مثل بسيط هقوله لكم بعدين يعني، وركزوا في المثل ده كويس وحطوا تحتيه 7000 خط. قال لي والله العظيم انا ما محتاج اني ابقى عضو مجلس نواب، قال لي انا مش محتاج يبقى معايا كارنيه. القصه كلها عند الشيخ احمد ابو زيد ان هو اصلا يعني راجل خدمي، راجل خدمي بحكم شغلته ان هو مدرس في الازهر وبيقدم تعليم لطلبه وبيخرج اجيال والقصه دي. قال لكن لو انا في ايدي اقدم مساعده وخدمه لاي مواطن في اسنا او في بلدي او في شارعي او جنبي، انا مش هبخل بيها، لا انا ولا اخويا الدكتور ابو زيد ولا اولاد عمي ولا قرايبي ولا بلدي كلها، القرايه كلها يعني بلد اهل علم واهل ثقافه واهل فكر، ناس محترمين جدا، اخوالي اللي انا بفتخر بيهم واتشرف بيهم. فجيت سالته سؤال، بقول له يا شيخ احمد، في المرشحين كلها لو في واحد راجل ربنا مديله وربنا موسع عليه وعنده الامكانيات انه يقدم خدمه للمجتمع في اسنا، تشكره؟ قال لي واشيله على راسي من فوق. انتم متخيلين؟ مرشح بيتكلم على مرشح خصمه، مرشح بيتكلم على مرشح خصمه. فراح قال لي زي مين يا استاذ علاء؟ قلت له الحاج احمد رمضان، باشمهندس احمد رمضان، وانت اسمك احمد ابو زيد وهو اسمه احمد رمضان، وخير الاسماء ما حمد وعبد، صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. يعني قلت له لو واحد زي الباشمهندس احمد رمضان بيقدم خدمات واقعيه وملموسه قدام المواطن الاسناوي، ما فيش مرشح وما فيش نائب على مستوى المركز ولا مرشح يقدر ينكر اللي بيعمله الباشمهندس احمد رمضان. فانا بقول له يا حاج احمد ابو زيد،
انت بصفتك راجل ازهري اولا ومتعلم، صحيح والله العلم والثقافه والاخلاق بتفرق كثير، بتفرق، بتفرق كثير حتى في الرد، حتى في الرد. بقول له انت راجل مرشح خدمي عايز تخدم المواطن، لو في واحد زميلك مرشح هيقدم خدمه للمواطن تشكره؟ قال مش اشكره بس، ده انا اشيله على راسي وادعمه كمان، وادعمه وادعي له بالتوفيق واتمنى له التوفيق والنجاح. ليه؟ لاني انا نازل كاحمد ابو زيد، نازل اخدم الناس، نازل اقدم خدمه للناس، سواء خدمه ماديه او عينيه او معنويه، سواء من جيبي او من الحكومه، انا حبقى خدمي. لما اشوف واحد زميل لي مرشح بيقدم خدمات في الشارع الاسناوي وحاجات ملموسه زي الباشمهندس احمد رمضان، يبقى انا من حقي اضرب له تعظيم سلام واشكره. انتم متخيلين يا جماعه الاخلاق والادب والاحترام في شخص الشيخ احمد ابو زيد في الكلمتين اللي قالهم في حق الباشمهندس احمد رمضان ايه؟ انتم متخيلين مرشح بيتكلم على مرشح زميله، مرشح بيتكلم على مرشح زميله بيشكر فيه عشان هو بيقدم خدمه للناس، رغم ان المطلوب في الانتخابات صوت واحد، يعني يا تدي احمد رمضان يا تدي احمد ابو زيد، يا ممكن ينجح احمد رمضان او ممكن ينجح احمد ابو زيد. انت متخيلين ان احمد ابو زيد يشكر في الباشمهندس احمد رمضان ويتمنى له التوفيق وبيدعي له على الخدمات اللي هو بيعملها في الشارع؟ في نفس الوقت خد بقى النقيض، خد بقى النقيض في الشارع الاسناوي، وانتم فاهمين كلامي كويس. النقيض في الشارع الاسناوي ان في اللحظه اللي واحد او اخ محترم زي الشيخ احمد ابو زيد بيشكر في الباشمهندس احمد رمضان وبيتمنى له التوفيق لان الخدمه عائده على المواطن الاسناوي، في ناس عامله مطبخ سياسي، في ناس في اسنا، في اسنا، وناس ليها اسمها وليها وزنها وليها عائلاتها، عامله مطبخ سياسي وجايبه عتله، عتله وشغاله هد في احمد رمضان، وشغاله هد في احمد ابو زيد، وشغاله هد في فلان، وشغاله هد في علان عشان تنجح هي. انتم متخيلين؟ ولما اجي اسال اقول لهم يا جماعه طب هم الجماعه دول عايزين يوقعوا احمد رمضان ليه؟ طب هم الجماعه دول مش عايزين احمد ابو زيد ليه؟ طب هم الجماعه دول مش عايزين علاء ابو ريش يبقى عضو مجلس نواب ليه؟ يقول لك اصل قال دي بيوت مش عارف كان متاسس على ايه، وبيوت معموله مش عارف من ايه، وده نائب. يا جماعه احنا بنتكلم في 2025، في 2025 الراحل السيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قالها كلمه في فيديو منشور على الفيسبوك، قال انا مش عايز المواطنين تغلط نفس الغلطات السابقه، عايزك تختار النائب اللي يخدمك، النائب اللي يدخل البرلمان يتكلم باسمك، النائب اللي يشتغل. وفي نفس اللحظه بعد عشرات السنين من او مئات السنين من رحيل الراحل الرئيس جمال عبد الناصر، يجينا في نفس الوقت الزعيم القائد العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقولها علنا، اللي عايز يشتغل يتفضل، اللي مش عايز يشتغل يتفضل. ايه يتفضل ويتفضل؟ اللي عايز يشتغل يتفضل يشتغل، احنا ندعمه ومعاه، واللي مش عايز يشتغل يتفضل يمشي. يعني البقاء للاصلح، البقاء للاصلح. هنا بنقارن بين اثنين مرشحين، الشيخ احمد ابو زيد والشيخ احمد رمضان، وخير الاسماء ما حمد وعبد، والاسم رزق، الاسم رزق. لما بقول لاحمد ابو زيد هل لو ظهر قدامك مرشح بيدعم المواطن الاسناوي هل تشكره؟ قال اشكره وادعمه واشيله على راسي واتمنى له التوفيق، لاني في الاول وفي الاخر النجاح ده توفيق من عند ربنا. ممكن انت تخدم وتعمل 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 ويكون توفيق لغيرك، ده قدر، ده قدر. في نفس اللحظه الاثنين مرشحين بيشكروا بعض وبيتمنوا الخير لبعض والتوفيق لبعض، في ناس عامله مطبخ سياسي مغلق وجايبين عتل، عتل كده عتل، وبيهدوا في جبل احمد رمضان، بيهدوا في جبل احمد ابو زيد، بيهدوا في علاء ابو الريش، مش عايزينه يطلع عشان ما يبقاش في بيت زي بيتهم او اسم زي اسمهم او ياخذ مكانهم. طب هل الناس دي تتقارن بالناس دي؟ من رابع المستحيل. هل الذين يعملون يتقارنوا بالذين لا يعملون؟ هل الذين يعلمون يتقارنوا بالذين لا يعلمون؟ اول حاجه ربنا قال لئن شكرتم لازيدنكم، لئن شكرتم لازيدنكم، وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ربنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال لئن شكرتم لازيدنكم. اول حاجه احنا بنشكر ربنا على النعمه اللي مديها لنا في الادب والاخلاق والاحترام في المرشحين اللي نازلين في 2025. وعايز اقول لكم معلومه، خلي بالكم، زمان
القبليه والعصبيه ايام جدي وجدك ده عصر يعني انتهى وتغير، دلوقتي حاليا مش موجود. العصر دلوقتي حاليا مش موجود. احنا بنتكلم في 2025، في 2025 جيل اتربى على التكنولوجيا، جيل اتربى على الذكاء الاصطناعي، جيل اتربى على لغه السوشيال ميديا، جيل اتربى على لغه يعني مش عارف افسرها لكم ازاي، ولكن عايز حاجه يشوفها بعينه، حاجه يلمسها بايده. فمختصر الكلام عشان الفيديو ما يطولش، الاحترام موجود. ايه المثل اللي عايز تقوله يا عم علاء في اخر الفيديو؟ المثل اللي عايز اقوله يا جماعه: اللي يحرس زرع جاره زرعته بتبور. اللي يحرس زرع جاره زرعته بتبور. عشان كده لما سالت الشيخ احمد ابو زيد قلت له: يا شيخ احمد، نصيحه من اخوك الصغير، اهتم بحملتك الانتخابيه، اهتم ببرنامجك الانتخابي، اهتم بشغلك وقدمه للناس، والناس هي اللي هتقيم. الناس هي اللي هتقيم. عشان كده لما سالت الشيخ احمد ابو زيد وقلت له: يا شيخ احمد، لو ظهر قدامك مرشح منافس ليك ولكن بيقدم خدمات ملموسه للجمهور في اسنا، انت هتدعمه؟ قال لي: ادعمه واشيله على راسي واتمنى له التوفيق واضرب له تعظيم سلام بكل ادب واحترام، لان احنا في الاول وفي الاخر كلنا اولاد مركز اسنا ورموز مركز اسنا، بنتمنى الخير يعود على الشارع الاسناوي ويبقى للمواطن. دي الناس الصح، دي الاخلاق الصح، دي الحاجات المطلوبه يعني نقدمها بكل احترام للمواطن الاسلامي. هنا بس اقدر اقول لكم احنا هنطلع من المجموعه المترشحه لينا بمرشح محترم، مرشح خدمي، مرشح شغال، مش مرشح العيله والقبيله والعصبيه وابن فلان وابن لا 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 لا. الكلام ده خلاص فنى عليه الزمن. احنا دلوقتي في عصر يعني 2025 بنعمل برنامج اللي هو التنميه المستدامه للدوله تحت قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحترامنا للقانون واحترامنا للدوله والقياده السياسيه المتمثله في السيد الرئيس. يعني رسم لنا خارطه طريق، رسم لنا خارطه طريق. خارطه الطريق دي ل 2030 عايز يشوف مصر، مصر في التنميه، مصر في العمار، مصر في العمل، مصر في الشغل. يعني النهارده لما اقول لك النهارده الباشمهندس احمد رمضان كان بيصب مكتب لتحفيظ القران الكريم ومستوصف طبي في قريه اصفون في المطاعمه. امبارح صب مكتب لتحفيظ القران الكريم ومستوصف طبي في بويل خط الجبل. من فتره صب مكتب تحفيظ القران الكريم ومستوصف طبي في قريه العضايمه، وتم افتتاحه وكان تكريمه على يد العمده ضياء البتيتي والشيخ محمد البيومي، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. هل الخدمات دي كلها والحاجات دي كلها ما يستحقش المرشح ان احنا نشكره عليها؟ هيجي واحد يقول لي: يا عم ده بيعمل كده عشان خاطر ينزل في مجلس النواب. يا ابوي ما ينزل، هو ربنا اداله الامكانيات عشان خاطر ينزل يدخل مجلس النواب ويبقى بكارنيه في مجلس النواب. طب هو لو ما دخلش ده هدخل انا ولا تدخل انت؟ ولا واحد يكون جايب له قرض من تسهيل ويروح يدفعها عشان يترشح؟ يا جماعه النيابه اكبر مما يتخيل عقلك، اكبر مما يتخيل عقلك. النيابه يعني انه يبقى نائب، اول حاجه ايه عمل في الشارع؟ ايه عمل للمواطن؟ ايه قدم؟ هل عنده الامكانيات انه يكفي؟ يعني احنا لما شفنا المؤتمر اللي عمله النائب محمد عبد العليم الضبعاوي عند العمده فيصل، بسم الله تبارك الله، كانت يعني مركز اسنا كان اغلبيته في المؤتمر. لما رحنا قالوا الحاج احمد رمضان والباشمهندس احمد رمضان قال: يا جماعه ضيافه اهالي المؤتمر كله عندي، ضيافه المؤتمر كله عندي. احنا ما بننكرش مجهود اي حد، ولا بننكر ولا بنقول ان ما حدش يقدر ده، ولكن الراي اتقدم والناس احترمته وقدرته. يعني لازم يكون في امكانيات، ما فيش نائب من غير امكانيات. يعني النهارده لو في اثنين بيتخانقوا مع بعض على 1000 جنيه ودخل بينهم النائب عشان يفضهم، مضطر يحط يده في جيبه كده ويقول له: اتفضل اخلص لك الموضوع. يا نائب البيت وقع، حاضر صب البيت والصب. يا نائب الجامع وقع، صب. هو النائب هيعمل لي كباري؟ النائب هيبني لي مستشفى؟ النائب هيعمل لي سد عالي ولا خزان؟ الدوله بتعمل، الدوله عامله مجهود محترم، ولكن عايزه مساعده المجتمع المدني، مساعده المواطن، مساعده المرشح. عشان كده احنا بنقول ايه؟ لازم يبقى الاحترام بين الاثنين، الاحترام بين المرشحين. عشان كده مختصر الكلام، انا بشكر الشيخ احمد ابو زيد وبقول له ربنا يوفقك وربنا يسهل لك طريقك، وشكرا على كلامك المحترم في حق الباش مهندس احمد رمضان، وربنا يبارك فيكم جميعا وتستمروا في تقديم الخدمات سواء في البرلمان او خارج البرلمان. انتوا رموز بلدنا المحترمين، تعظيم سلام
من اخوكم علاء أبو ريش. السلام عليكم.